جركوني ورقرت أمة جيك وفكوني سالان إساء تأسيتيني على إتدم أن أجا أمة كيس يجركنا يون هكين أن أجكم فهم باللي سبيتا أما وني نديمنو كلفا فونات توقوت أبو سفدم إرجالا قبل إرجالا جيسو تجرا ور إرجالا قديمون كوني القوة الأمنية الخارجية حلقة العلم هي من مثابة الجامعات الإسلامية وخاصة حلقة العلم في هرر هي بمثابة الجامعات الإسلامية تدرس الفنون المختلفة والمواد الشرعية واللغة العربية فإذا قضي على هذه الحلقات فما بقي للمسلمين أما هران أتشي دابري وأن أما جئنا ميكانا غرفة مودي دي ديبو دي دي توبتشو دي دي جيدي تقضى عليه قضاء حاسما جازما في خلع جذور هذه الفتنة بين الأمة. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درندوسي علماء كانت مرجع الديني والمجلس الإسلامي وهيئة العلماء نمسديه وكان أبوهم برجمني دينك إن كانت جيبون علماء جيبون نقابي يا بورسون نمت نقابي والنهار الأسيد بينكم وان تاريخاتي ودو هيبا علماء جراتي ودو سلطان مجلس جراتي فتيانا كنا مجموعانا كنا أمتك يسبتي نومهم دردب النجير واحدة أو مرباش علماء قبلتوا مرباش مشيالته يرونوا مرباش مرجعية جميسوا مرباش وأنا مريض دبته مكان أني ورقاوه هي كمادة تكون للعلماء يخطبون منها وريقات كتبتها حول هذا الموضوع حول قيم الوسطية والاعتدال وسماتها مجالات أما يسأل لك عنك بس كيف كتبت يقسي ما يناقض هذه الوسطية هي المرض العضال والشر المستطير قضية التصنيف والإقصاء أنقونا مرة فرجو لما دانجسو لما أمو سفع أدى لما قولوا لما باسوا مقام كانوا انتهيف ورقاتنا سنيك إن شاء الله تخطبون بها. فهذه كما ذكر الشيخ الوسطية هي حبل النجاة وسفينة الإنقاذ للأمة من الفتن والابتلاءات ومن التيه والضياع والخلافات والنزاعات بل من الهلاك والدمار الذي يحدد حاضر الأمة ومستقبلها. ومجالات الوسطية قد ذكرها الشيخ ولكن أتعرج إلى بعض الأمور وأذكرها. والإسلام وسط في التعامل مع الناس بين الذين يكفرون بسبب الذنوب والمعاصي مثل الخوارج وبين الذين يقولون أن المعصية لا تضر مثل المرجئة فيعملون المعاصي. ويقول ابن تيمية رحمه الله في تقرير ذلك لمن ارتكب المعاصي إذا اجتمع في الرجل الواحد، انتبهوا، إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر. ويقول إذا اجتمع في الرجل الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده لسرقته ويعطى له من بيت المال لحاجته. ولا أدل ولا أوضح ولا أوضح ولا أبلج من التوازن في التعامل مع أهل المعصية من حديث شارب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلما لعنه الصحابة
أي طردوه من رحمة الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله. هذا حديث صحيح. لا تعينوا الشيطان على أخيكم، أثبت له الأخوة الإيمانية. على أخيكم الأخوة، فإنه أثبت له الإيمان، فإنه يحب الله ورسوله. لا أطيل كثيرا، وهناك وسطية في مجال الأخلاق، ووسطية في مجال التحليل والتحريم، ووسطية في إعطاء الرخص لأصحاب الأعذار. وتتميز مرتكزات الوسطية في الإسلام بالشمولية والعمومية والتوازن بين الأطراف المختلفة، بحيث لا حيف لطرفنا الآخر ولا لجانبنا الآخر، تقصيدا تحقيقا لمقاصد الشريعة بحسب مرتبتها وأولويتها من ضروري وحاجي وتحسيني. ولا تجوز، والإسلام يراعي أحوال الناس في عدم التزامهم طريقة واحدة. ما يكون كل مجموعة وكل هذه المجموعة تكون على قلب رجل واحد، وفينا العالم وفينا العابد وفينا الزاهد وفينا المحسن وفينا المنفق وفينا القارئ والحافظ والساجد، وكلهم يؤدون من الإسلام مجموعة أعمال، ومجموعة أعمالهم تمثل شريعة الإسلام الواسعة. وهذا التنوع ليس مسوغا للتنقيص ولا للتهميش والإقصاء والتصنيف. فأتجاوز. ومما يناقض قيم الوسطية والاعتدال ويهدم بنيان الوحدة والإخاء وينشئ الحقد والبغضاء وركوب مطية التصنيف والإقصاء، وإن مقاصد الشريعة الإسلامية الواحدة وعدم الافتراق، امتدادا من قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا، وفي زخم شؤون الحياة ومشاغلها، وفي دوامات قضايا الأمة ومتغيراتها، يتناسى كثير بل يتنكرون لمقصد الأخوة الإسلامية والوحدة الدينية، فيحلون محل الوحدة والإخاء والائتلاف والاجتماع التفرق والاختلاف، وتوسيع هوة الخلاف في الأمة، وتقطيع جسدها الواحد في أوصال متنافرة وأشلاء متناثرة. ومن أخطر هذه الظواهر ضررا على الأمة وأشدها خطرا هي ظاهرة الإقصاء والتصنيف وداء التشكيك بالآخرين وعدم الثقة بهم، وهي تنبئ من ضمائر سوداء يحملها فئات ضعف إيمانهم وقل ورعهم، فألقوا جلباب الحياء ونشروا الحقد والشحناء، وشغلوا الأمة عن كبير القضايا وعن عظام الأمنيات وآمالها وتضميد جراحها، وألبسوا الجميع ثوب العداوة والبغضاء، وتدثروا بشهوة الحكم على الناس ونسج الأكاذيب والافتراءات وتعليق بخيوط الظنون والأوهام، يركبون ثبت التصنيف والإقصاء والتهميش لتفريق الأمة وتمزيق الوحدة. ومن أهم صفات هذه الفئات نسب مشانق الطعن والتشويه ووضع رموز الأمة وفضلائها وعلمائها على مشرحة السخرية والاستهزاء، بغية تحطيمهم والإحباط بمكانتهم وتلويث مناقبهم وتشويه سمعتهم، ويصدرون عليهم أحكاما جائرة ويعاملونهم بأخلاق سافلة تسلك بصاحبها مسالك الأهواء على اختلاف مللهم، فلهم شهوة جامحة في الوقيعة في أهل الفضل في الأمة، مما يوسع جراح الأمة ويغتال الفضل بين أفرادها ويقطع أواصرها، تأسيسا على خيوط من الأوهام ومنازلات بلا برهان تزجهم في فتن لا يعلم عواقبها إلا الله، وتورب الثقة في قوام الأمن من خيار العباد، فبئس مستنقع وبئس البضاعة. وحتى ينطوي على الساحة الشقاق والشرخ وما تجري هذه الظاهرة من تعب من غير أرب
ولما تمثله من خطورة الورم الخبيث في جسد هذه الأمة، لما لها من أثر سلبي على أخوة الإسلام والوحدة الوطنية وأمن البلاد واستقرارها. هذا يا كلام طويل، لكن هذه الوريقات لا بد أن تصور ويعطى للأئمة وخاصة الخطباء أن يخطبوا بها للقضاء على هذه الفئة الشاذة، هذه الفئة التي نبتت في جسم الأمة. أمتك ارتيك الست أن أجا أمتك يسجرك يون هكين أن أجكم فهم بل سبيتا أما وني نديم تلفا فونات توقوت أبو سفدم لفا فولا يارتيد ولفا فول فدم توقوت هكي سابوتي هنا جركوني ورقرتي أمتك جيك أفكوني رسالة نساء تأسيتي متي على اتدم إرقالا قبل إرقالا جيسو تجرد ور إرقالا قديمون كوني القوة الأمنية الخارجية. القوة الأمنية الخارجية هي التي تخطط في هذا الوضع، ودي أما جركان انفتاح أرقمي جراء من الإسلام أرقمي. نعم هذه يصور وزع الجميع أرقمي كان نهار كابوسوف أمني على التيرتي هذا خيوط إسان قبتني أمتك نديقوف كيستو حلقة علمي كيس زينني حلقة العلم هي من مثابة الجامعات الإسلامية، وخاصة حلقة العلم في هرر هي بمثابة الجامعات الإسلامية، تدرس الفنون المختلفة والمواد الشرعية واللغة العربية. فإذا قضي على هذه الحلقات فما بقي للمسلمين، ماذا يبقى لنا؟ ولهذا أنا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يقوي عزائمنا، وأن يجعل هذا المجلس ويقوي سلطته ويعطي هيبة العلماء وكبار العلماء ومرجع هذا الدين حتى يستطيعوا للقضاء على هذه الفئة الباغية، كما قال دكتورنا الشيخ الخارجة عن الإسلام، الخارجة عن الإسلام، خوارج الجمال كنافو نتلافي نتدلفي فتنة كنانو كيسان أمتي أما دمين الجرة رئيس لي كي نقرتيك مجلسان وفني سرتاني والنسان هازين وعندك كامي كتاريك فلاني نما هران أشي دبري وان أما جرمي كان غرفة مودي ديبو دي توبة شودي جيري لابد تقضى عليه قضاء حاسما جازما في نخل في خلع جذور هذه الفتنة بين المجتمع. كان هو وأكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.